يسعد لي اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو مميز كتير، ورح نعلمكم فيه طريقة الفلافل، ورح ناخدكم معنا سيران كتير ممتع. ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو. يلا خليكم معنا. يلا خلونا نبلش. طبعا هون عندي نص كيلو من الحمص مع 4 حبات من الثوم. طبعا الحمص بنكون نعينه قبل 12 ساعة. طبعا هون لا حاطين لا بصل لا كزبرة لا بقدونس، هاي بدنا نسميها فلافل الزنقات. يلا خلينا نتبله. هون عندي ربع معلقة من الكربولة، معلقة كبيرة كزبرة مطحونة، معلقة صغيرة كمون ناعم، معلقة كبيرة بهار فلافل، والملح حسب الرغبة. وطبعا بدنا نحط كاسة مي لأنه الحمص أكيد بده المي مشان يتشربه. هون بدنا نشكل راس الفلافل بهي الطريقة، إن شاء الله تنال إعجابكم. وممكن كمان نضيف سمسم، هاد اختياري، اللي بحب يضيفه واللي ما بحب ما بيضيفه. وبهالوقت بنكون جهزنا الزيت بحرارة متوسطة، ويكون الزيت غزير. يا عيني يا عين، شوفوا استوى الذهب. وهاي بدها وحدة الله يبارك له مشان ما نزعل منكم. شوفوا لي على هالفلافل، شوفوا يا عين، والله اشتهيتكم معي. هيك اقعد انا وياكم ونلف سندويش وناكل. شي بشهي. هلا شوفوا هون قسمنا لكم وحدة مشان نشوفها من جوا، من برا مقرمشة من جوا طرية. واكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم طريقتنا، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وخلينا نبلش بالسندويشات. هون عنا دبس فليفلة حسب الرغبة، حار او حلو حسب الرغبة. وهلا بدنا نحط الفلافل حسب الرغبة، بدكم تكتروا بدكم تقللوا مثل ما بدكم، بس والله انا بنصحكم نصيحة ادعموها. هون بنحط الخس، بعدين منا بنحط مخلل الخيار والبندورة. وهلأ بدنا نحط الطرطور اللي هو طحينة وليمون ولبن، وشو بتحبوا تضيفوا على حسب ذوقكم. وهلأ خلونا نبلش نزهتنا. اليوم كان الطقس كتير حلو ودافي، فجهزنا البايسكل وحبينا نطلع سيران بسيط ونشارككم اياه. وهي الفريزة انا زارعها. وهلأ استمتعوا معي بمناظر الطبيعة الجميلة والخلابة. وهي شجرة النانرج قريبة من بيتنا، وبدنا ننزلكم فيديو عن طريقة مربى النانرج. يلا امشوا معنا، واكتبوا لنا بالتعليقات مين بيحب هيك أجواء سيرة. وما في أحلى من الياسمين.
أتمنى الفيديو والمشوار يكونوا نالوا إعجابكم. مع السلامة، بأمان الله.